السلام عليكم ومرحبا بكم مرة جديدة في القناة. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا الفيديو ديال اليوم. فاليوم غادي نشوفوا مع بعضياتنا هاد الطورطه هادي اللي درتها بكلاصاج. غتشوفوا معايا طريقه الكلاصاج كذلك. فبالنسبه للمقادير غادي نحتاجوا بديل المولي كيك. عندي نصف الكميه غير ديال جوج بيضات. غادي نخلي لكم المقادير ديالو صندوق الوصف. وهنا عندي غادي نديروا طبقه مقرمشه ولا الكروستيون. هادشي اللي غادي نحتاج فيه. فهنا خديت الشوكولات اللي كيكون فيه دي زكلاد نوازيت اولا طريفه د النوازيت اولا خذوا الشوكولاته العاديه. المهم غتاخذوا نفس العبار د الشوكولات دايب، نفسو ديال البخاليني، نفسو ديال الشوكولا سمحوا لي اللوز كونكاسي، ونفسو ديال الكيلوكس اولا ديال الكونفليكس يكون بلا سكر، يكون مسوس. المهم انا عندي شوكولات، تقدروا تستعملوا اولي اولا تستعملوا شوكولا نوار. عندي البخاليني اللي تقدروا بطبيعه الحال تعوضوه بنوتيلا الا بغيتوا. اللي ما عندكمش بخاليني عوضوه غير بنوتيلا. عندي اللوز كونكاسي محمر، حمرته شويه في الفران على هذا الشكل. وعندي كي قلت لكم هنا ضروري يكون مسوس باش ما تجيكمش القرمشه ديالكم حلوه اكثر من القياس. فهنايا بالنسبه للمقدار خذوا 50 غرام من كل حاجه، 50 غرام شوكولاط دايب، 50 غرام بخاليني، 50 غرام ديال اللوز كونكاسي، و50 غرام ديال الكونفليكس. المهم هادو هي الطبقه المقرمشه اللي غنستعملو. بالنسبه للكريمه اللي غادي نستعمل فهي سهله جدا، ما فيها الشوكولات ما فيها والو. غادي ناخذ غير لا كريم شونتي. عندي الشونتي هذه صراحه رائعه، 40% ديال لا ماتيغ غراس، كتطلع رائعه، كتطلع بحال اون شونتي ماسكاربون، بحال اون كريم بحال غاناش وشوكولا بلون مونطي. هنا عندي فاني سائل غادي نزيدو عليها. وهنا باش غنحلي ما غاديش ندير السكر، غندير لا كونفيتور دو لي اولا الكراميل. فهذا داير كي الكراميل، هو الكونفيتور ديال الحليب. كيتباع هكا، كتلقاو حدا البلاصه اللي فيها لي كونفيتور كتلقاو هذا. شريوه زوين، كيعوض لكم الكراميل في الوصفات ديالكم صراحه. كيجي زوين بزاف. هنا انا غنعوض به السكر. بطبيعه الحال تقدروا ديروا غير السكر اللي ما عندهاش هذا، اولا دير نسلي كراميل، دير معلقه ولا جوج. انا هنا غندير 3 د المعالق صغار هما باش غادي نحلي الكريمه ديالي فقط. انا كي قلت لكم بالنسبه للكيك خديت بديل المولي كيك نصف الكميه ديال اللي استعملت، يعني غير جوج ديال البيضات. غادي نخلي لكم المقادير في صندوق الوصف. صراحه كتجي اقتصاديه جدا ورائعه في المذاق. تقدروا تستعملوا هاد البديل مولي كيك، تقدروا تستعملوا جينواز عاديه، خذوا اللي بغيتوا، يعني استعملوا اللي عجبكم. فهنايا غادي ندوزو باش غادي نحضروها. غادي ناخذوا السيركل، يعني فاش غادي نمونطيو هاد الكاطو ديالنا. سواء غادي تاخذوا السيركل هذاك اللي كيتزير، غير هو هذاك اللي كيتزير هذا د الحديد، هذا الاولاني اللي كيتزير ما كيتزيرش المقياس الصغير. هذا هو القياس الصغير فيه كاع، سواء هكا ولا كبر. انا غادي نستعمل هذا الوسط، هذا الكحل هذا هو اللي غادي نستعمل، هو اللي جاني فيه مزيان. بطبيعه الحال اللي ما عندكش تقدري ديري بلاش. هنا غير باش نسهلوا علينا عمليه ديال المونتاج فقط، باش نسهلوا علينا ليساج ديال الكاطو ديالنا. وغادي نستعملوا هذا الديسك هذا اللي كيكون تحت الكاطو، غادي نستعملو نديرو تحت الكاطو ديالي باش من نهزو نبغي ندير له الكلاصاج يجيني سهل، حيت انا ما غاديش نخليه يبات ليله كامله، ما غاديش نجمدو اي واحد 3 سوايع في الكونجيل صافي نجبدو ندير له الكلاصاج. بطبيعه الحال الا غتكونجليو الكاطو ديالكم ما تحتاجوش الديسك، الا بغيتو ما ديروش ما ديروش. فهنا هادشي اللي غادي نحتاجو، هاد المقادير هما اللي عندنا. غادي نطرفوهم. غادي ندوز ان شاء الله نقطع معاكم الكاطو. يعني بزاف المرات كتسولوني على كيفاش نقطع الكاطو، ما عنديش هذيك الاداه اللي كتقطع. كيفاش ندير نقطعها بطريقه متساويه ونقدروا نديروا طبقات رقاق ويجيونا مقادين. فانا غادي نوريكم الطريقه انا باش كنقطع. يعني هاد الكاطو هذا اللي كتشوفوا قدامكم غادي نقطعوه على 3، وغادي نجيبهم مساويين وغير بالسكين. خاصكم يكون عندكم سكين يكون حاد، ضروري خذوا سكين يكون حاد. علاش السكين يكون حاد؟ باش ما تبقاوش، باش ما تفرتت لكمش، ما يتفرتش لكم الكاطو.
من الأحسن باش ما يتفرتش الكاطو خدوه شوية يكون كبير، ما تاخدوش هذاك الموس الصغيور داك القصير هذاك ما يصلح ليكمش، يعني كتجيبوا الذرة على الكاطو كله كيبقى الوسط ملي كتخشيو الموس وكتقطعوه كتجيبوها ما مقاداش. لهذا من الأحسن خدوا سكين يكون كبير شي شوية باش التقطيعات تجيكم هي هذيك. بطبيعة الحال اللي عندها ديك الأداة اللي كتقطعوا بها فيكون من الأحسن، راه كتسهل عليكم المأمورية. واللي ما عندهاش فما يسالش. انا صراحه كانت عندي تحيدات ليها واحد البياسه، تحيدات ليها واحد البياسه صافي وما بقيتش كنستعملها. صراحه كنلقى راحتي في التقطاع بالموس، كنقطع بالموس كيجيني احسن واسرع من انك تبداي عاد ديري في لي زيطاج وعاد كدير في ديك القطاعه. المهم انا هكا كيجيني حسن صراحه. هذا الكاطو هذا انا كان عندي نصف الكميه ديال المولي كيك انا درتو كامل، استعملته خدمت به وبقى لي هذا النصف هذا، وقلت ما غاديش نضيعه، ندير به شي حاجه ودرت به هذا الكيك هذا. صراحه والله الا جا رائع، جا رائع جدا، نتمنى تجربوه. وكذلك يعني كي قلت لكم عوضوا بالجينواز الا بغيتوا، ديروا غير الكاطو عادي وياوخت يعني بدانون، يعني الكيك اليومي العادي ديال دانون راه تا هو يجيكم، يعني اي كيك تقدروا تستعملوا. واني هذا كيبقى طوب، كيبقى زوين. هذا الكيك هذا كيبقى زوين، انا ديجا شاركته معكم، الناس اللي جربوه غادي يقول لكم في الكومونتير كيفاش تيجي هشيش وكيفاش كيجي المذاق ديالو زوين. هو بديل رائع للمولي كيك صراحه. وصراحه كاين بزاف الوصفات، بزاف البدائل ديال المولي كيك. كاين وصفات اللي كيكون فيهم غير ما كيكونش فيهم البيض، ما كتكونش فيهم الكريمه، كيكون فيهم الماء والطحين والسكر ومقادير قلال. كاين بزاف ديال الوصفات صراحه. واني هذه كتبقى من احسن الوصفات واقتصاديه وكتجي لذيذه. هنا كنوجدوا يعني الا عندكم خدمه شويه مزيره، يعني عندكم القضيه شويه مزيره، تقدروا توجدوا هكا هذا الكاطو ديالكم وتغلفوه بالسلوفان وتكونجليوه حتى تبغيوه وتجبدوه. هذا راه كان في الكونجيلاتور، انا جبدته حتى ديكونجلا وعاد غادي نخدمو معاكم. فانا كتجيبوا الموس غتشوفوا غادي نطراسي 3 ديال البلايص، يعني غادي نطراسي فين غادي نقطع، فين بغيت يجوني الطبقات. فوالا هنا غير كنطراسي كي قلت لكم الموس يكون كبير صافي. غادي نجي نبدا نقطع، كنقطعوها غير في الجناب، يعني كندور معاها غير الجناب. الموس ما كنحاولش ندخلو بزاف، شفتوا انا كنحاول غير نطراسي الجناب حتى نوصلوا الاول ديال التقطيعه، يعني فين بديت كنقطع انا نبقى ندور معاه حتى نوصل الاول. غير نلقى راسي وصلت الاول ديال التقطيعه، الموس غادي نبدا نخشيه، غادي نبدا نعاود ندور مع هذيك البلاصه ونخشي الموس مزيان لداخل باش نقطعوا الوسط متساوي مع الجناب. نتمنى تكونوا فهمتوني. صافي كتضربوا الذره كتلقاوها صافي راه تقطعت، يعني جوج دورات. الذره الاولى كتقطعوا الجناب، الذره الثانيه كتدخلوا مازال شويه الموس وكتحاولوا تبقاو تحافظوا على ديك الذره اللي نتوما درتو رسمتوا بيد صافي. و كتجيكم تقطيع على هذا الشكل. صراحه كيجيكم متساويين وطبقات رقاق، بلا اداه بلا حتى حاجه. صافي غادي ندوز نقطع الطرف الاخر، غادي ندير نفس الشيء، يعني تبداو بالحواش يعني بالجناب ديال الكيك ديالكم حتى ضربوا الذره وطراسيو الكاطو ديالكم كله. كيبقى لكم داك الوسط هو ديما اللي كيكون فيه المشكل، ملي كتستعملوا سكين صغير ديما كدوروا على الكاطو ومن بعد كيبقى لك الوسط كتخشيو الموس كيف ما كان وكتقطعوه ما هواش. ولكن ملي كيكون سكين كبير ديما كتجيبوه هو هذاك. يعني كندور عليه على هذا الشكل صافي. غير غنحس براسي صافي راه وصلت، يعني ضربت الذره. غادي نخشي مزيان الموس لداخل باش نقطعو من الوسط وانا كندور في نفس الوقت. فنتمنى طريقتي تكون عجباتكم. فهنا غادي ندوزو باش نحضروا الكريمه ديالنا ولا كريم شونتي ديالنا.
اغوماتيزي. تقدروا تزيدوا لها النكهه اللي عجبتكم بالنسبه لاكريم ديالكم. ماشي بالضروره ديروا هاد لا كونفيتور دو لي ولا الكراميل، تقدروا تخليو غير الفاني، تقدروا ديروا لا غوم ديال القهوه، لا غوم ديال الكراميل، كيتباع لا غوم ديال الكراميل حتى هو كيجي رائع. فهذه الطريقه باش كنقطع الكيك، انا حاولت نشاركها معكم في هذا الفيديو. فانا غادي نزيد الكراميل. هنا زدت 3 ديال المعالق صغار، كل وحده كتحلي على حسبها. فبالنسبه للكريمه انا زدت نص سيترو تقريبا، هي باش غادي نخدم السيترو ديال الكريمه تقريبا هي اللي درت. فكي قلت لكم 40 بورسون ديال لا ماتيير غراس، راه الكريمه كتطلع لكم مزيان مزيان. هذا الفاني فيه ميم الحبيبات ديال الفاني كيعطي مذاق رائع. يعني كي قلت لكم هاد الكريمه كتطلع لكم مزيان وكتطلع فيسع، ما كتاخذش بزاف الوقت. المهم استعملوا اي كريمه الخفق غير تكون فيها اكثر من 30% ديال المواد الدهنيه باش تطلع لكم مزيان. ما ديالي طلعات مزيان وتجانست مزيان مع داك الكراميل والفاني اللي درت ليها. فشتو حتى اللون ديالها شويه تبدل ولات بيج، ما بقاتش بيضاء. صافي غادي ندوزو باش غادي نمونطيو الكاطو ديالنا. خديت هذاك السيركل ديالي وحطيت فيه اول قرص ديال الكيك. انا كنسقيه بالحليب، درت فيه شويه ديال داك لاغوم ديال الفاني باش ما يجينيش حلو بزاف. وغادي نحط الطبقه الاولى ديال الكريمه، غنجيب واحد لا سباتول باش نليسي مزيان. فكي قلت لكم هذاك السيركل راه ماشي ضروري، انا بغيت غير باش ندير فيه باش يسهل عليا عمليه الليساج من بعد، باش من بعد من نجي ندير الكريمه على برا وليسيها ما تاخذليش الوقت بزاف فقط. يعني اللي ما عندهاش راه ماشي ضروري. صافي كنيطاليو الكريمه. بطبيعه الحال الكروستيون اللي غادي نوجدو انا غير غنوجدو غنحطو باش ما يقصحش، يعني ماشي توجدوه قبل وتخليوه، لا، تكون الكريمه عندكم دايبه وكلشي محطوط عندكم، حتى تبغيو تحطوا فوق ديك الطبقه اللي بغيتو عاد غادي تخلطوه باش ما يقصح لكمش. وتقدروا ديروا في كل طبقه شويه كيف ما عودتكم في الكيك ديزاين، واني انا هنا غنحطو كله في طبقه واحده، يعني ندير طبقه واحده ديال الكروستيون تبقى باينه هكا في الكاطو. ملي كتقطعوه تبان لكم الطبقه تاع الكروسيون باينه. فبطبيعه الحال تقدروا تعوضوا الكروسيون بدي فروي فريش، تقدروا ديروا دي فرامبواز، شويه ديال الفريز. يعني هاد الكريمه هذه اللي وريتكم ديروا فيها لاغوم ديال الفريز اولا ديال الفرامبواز، وديروا قطع ديال الفاكهه الوسط، هي غتجيكم رائعه. انا ما موجوداش عندي الفاكهه وما نقدرش نخرج في هذا الوقت هذه باش نمشي نشري الفاكهه، فانا اختاريت نخدم بداكشي اللي عندي في الدار، ندير بداكشي اللي عندي في الدار. هنا جبت القرص الاخر ديال الكيك هكا نحطو، غادي نسقيه مره اخرى. وهنا فين غادي نحط الكروسيون، يعني الكروسيون غنديرو على هذه الطبقه هذه، نسقيو شويه الكيك، كنحاول نثبتو، كنضغط عليه شي شويه. وهنا غندوز نيشان باش نخلط الكروسيون. هذا الشوكولاط فيه ديجا طريفات ديال النوازيت. صراحه والله الا هاد الكيلوكس هذا او الكونفليكس هذا اللي بلا سكر، كنعاود ناكد انه مسوس ما فيش سكر، يعني كيعوض لكم مزيان الفويتين. الا ما عندكمش ديروا الفويتين، ولكن حتى هو كيعطي قرمشه زوينه داخل الكاطو وبنين بنين بزاف. غير جربوه ما غاديش تندموا. انا صراحه فضلته على الفويتين في المذاق، كيجي حسن من الفويتين في المذاق. و كنخلطوه هكا مع الشوكولات، خليو شي شويه الشوكولاط يبرد شي شويه، ما يكون سخون بزاف. حنا ما بغيناش نفقدوا هذيك القرمشه اللي في هاد كيلوكس هذا اللي في هاد لي كونفليكس اولا هاد الحبوب هادو ديال الذره. صافي انا زدت شويه ديال داك البخاليني، تقدروا تعوضوه بنوتيلا، كيعطيو له غو زوين داخل الكاطو. كي قلت لكم قياس، كديروا قياس واحد في اي حاجه غتستعملوا. بغيتو ديروا كاطو على هذا الشكل، ديروا قياس 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 من كل حاجه. يعني غديروا 4 ديال الحاجات، والا درتوا 40 غرام ديال الشوكولات غديروا 40 غرام ديال اللوز، 40 غرام ديال الفيتين اولا ديال الكونفليكس، و 40 غرام ديال البخاليني اولا نوتيلا. صافي انا هنا غنخلط وغادي نوزعو على الطبقه، غندير طبقه واحده منه. تقدروا توزعوا على الطبقات كلهم، واني انا فضلت هكا باش تجي طبقه باينه. شفتوا انا ضفتو قبل ما هذاك الشوكولاط يبز. صافي داك الشوكولاط كيشد راسو شي شويه،
والعناصر كتبقى شاده القرمشه ديالها، ما كترطبش، كتبقى مقرمشه، واخا يدوز عليها يومين كتبقى هكذاك مقرمشه. فانا غنطالي هاد العناصر هادو كامله، اولا هاد القرمشه هادي غنطاليها فوق الكاطو ديالي. من بعد نحط كميه ديال الكريمه من الفوق، ومن بعد نسقي الكاطو ديالي، يعني القرص الاخير غادي نسقيه بشويه ديال الكريمه. تقدروا تكتفيو غير بجوج اقراص. يعني شوفوا، هنايا انا كنخدم بداكشي اللي عندي. هاد الكاطو غناكلو انا، كندير هداكشي اللي عندي وداكشي اللي بغيت انا. يعني الا درتو جينواز تقدروا تقطعوا جوج ديال القطع، اولا ديروا جينواز كاغي وتقطعوها على 4 وتستعملوا جوج اولا 3 ديال القطع. كيبقى لكم نتوما الاختيار، ديروا اللي عجبكم. غير تبعوا هاد الطريقه هذه كتجي زوينه. انا كتعجبني لا كريم شونتي في لي كيك هكا تجي بوحدها، سورتو هذه اللي فيها 40%، صراحه رائعه في المذاق، زوينه بزاف وكتبقى خفيفه. هي الكريمه اللي خفيفه كاع في كاع الكريمات اللي نقدروا نديرو شونتي ماسكربون اولا الكاع شوكولا مونطي، هذه كتبقى خفيفه عليهم. صافي كنطاليو طبقه من الفوق ديال الكريمه ديالنا. من بعد غادي نجيبو القرص ديال الكيك نحطوه الفوق، وغادي نخليوها تبرد. انا غادي نخشيها في الثلاجه تبرد، تشد راسها واحد ساعتين هكا، ساعه المكانه، غير تشد راسها مزيان باش ندوزو نديموليوها باش نليسيوها من على برا ان شاء الله. صافي هنايا خرجتها من الثلاجه، من بعد دوزات هكذا واحد ساعه، ساعه ونص. فباش المعلومه، هاد الكيك هذا ديال 20 سنتيم ديامتر، يعني المول فاش درت الكيك فاش طيبته هو ديال 20 سنتيم ديال الديامتر. انا شرحت لكم جميع التفاصيل في الفيديو ديال البديل مولي كيك، راه موجود على القناه وغتلقاوه في الديسكريبسيون. صافي هنا ديموليتو، وغادي نجيب الكريمه ديالي، نفس الكريمه غادي نديرها من الفوق. غادي نحاول نليسيه كله بالكريمه. ففي الليساج انا غادي نستعمل واحد يعني هكا طرف ديال البلاستيك كنليسيو به، هو اللي غنستعمل. جاني سهل في الليساج حيت يعني الكيك عندي معاليش باش نستعمل سباتول. فخديت غير هذاك الطرف هكا كيتباعوا ديال البلاستيك سباتول، كيكونوا دي سباتول هكا اون بلاستيك شويه دور، كيكون قاصح، بلاستيك شويه قاصح، كيسهل عليكم المأموريه. سورتو لا شونتي هكا كتكون رطبه فكيليسيها في ساع. فهنا كنحاول نحط الكميه ديال لا شونتي اللي عندي. من بعد غادي ندوز باش نليسي بهذيك الاداه اللي عندي. صراحه والله الا ليستها لي مزيان، كتستعملوها كذلك باش تحصلوا على حواف حاده بالنسبه للكيك ديزاين في الفينيسيون. زوينين بزاف هذوك البلاستيكات اولا هذوك سباتولات. صافي كنحاول ما يبقى عندي حتى شي بلاصه باين في الكيك ديالي. فانا ميم هذيك البلاصه لا سيباراسيون اللي كتبان لكم ما بين الكيك والبورد، حيت انا جبت هذاك الديسك هذاك اللي درت من تحت الكاطو، جبتو نيشان نفس العبار كيدير 20 سنتيم. ف حتى هو غادي نعمر هذيك البلاصه اللي كتبان لكم باش منين نكب الكلاصاج يجيني مقاد ويجيني نيشان. فانا قلت لكم درت هذاك القرص لتحت حيت ما غاديش نبيتها، يعني الكاطو ما غاديش يجمد، من الاحسن نديروا القرص لتحت. فشو هاد البلاستيكه هذه فكتسهل عليكم بزاف الخدمه، في ساعه كتليسيها لكم. وصافي انا غنبقى على هذا الحال على هذا الشكل. من بعد غادي نخشيها في الكونجيل. تقدروا ديروها في الثلاجه الا غتبيتوها ليله كامله. انا غنديرها في الكونجيلاتور واحد ساعتين د المكانه. من بعد نجبدها، ملي ليسيتها قديت لها مزيان ليساج، صافي غادي نديرها دابا في الكونجيل، ومن بعد نتلاقاو باش نديروا لها الكلاصاج مع بعضياتنا. غادي نحتاجو 150 غرام سكر سنيده، 150 غرام ديال الجليكوز، و 150 غرام ديال الكريمه السائله،
وعندي 150 غرام ديال الشوكولاته البيضاء، تقدروا تستعملوا بديل الشوكولات اولا شوكولا غيش. وعندي 3 الورقات ديال الجيلاتين اللي فزقتهم في الماء بارد، ولا تقدروا تستعملوا 9 الغرام ديال الجيلاتين بودره. هنا عندي ملون احمر، تقدروا تستعملوا الملون اللي بغيتو والنكهه اللي بغيتو. انا هنا ما غاديش ندير النكهه لانني الداخل دايره يعني كي شفتوا البخاليني وكلشي، ما نقدرش نزيد النكهه مع اللون الاحمر. وني الا كنتو لداخل دايرين الفاكهه تقدروا تزيدوا، الا كنتو دايرين الفريز فعوضوا الملون بالنكهه اللي كتلون لكم الكلاصاج. فانا غادي ندير السكر والجليكوز والكريمه في كاسرونه، وغادي نديرهم فوق النار يعني حتى نشوفوهم بداو كيغليو شي شويه، يعني غير يبدا يغلى الخليط ديالنا غادي نحيدوه من فوق البوطه. انا الخليط ديالنا من بعد ملي سخنا مزيان وشفناه يعني تبدا كيغلى، ما تخليوش يفيض يعني غير يغلى لكم تشو حسوا به سخن مزيان. غادي نجيبو غادي نقطعوا فيه الشوكولاته ديالنا. يعني هذا الكلاص استعملوه في اي حاجه صراحه رائع، ما كيجيش كيجلده، بالعكس كيجي بحال كبيتو الناباج فوق الكاطو ديالكم، يعني كيجي لامع وكيجي رطب. ملي كتقطعوا الكاطو ديالكم ما كيجيكمش فيه بزاف الكميه تاع الجيلاتين، ما كتكونش فيه بزاف وكيجي بنين كيجي لذيذ. فانا غادي نزيد الجيلاتين مع حد الخليط سخون. تقدروا تستعملوا كي قلت لكم بودره 9 الغرام في 3 ديال الورقات، غتستعملوا 9 الغرام ديال الجيلاتين بودره. فكي قلت لكم تقدروا تستعملوا النكهه بلاصه الملون، يعني اي نكهه بغيتو راه كتلون لكم وفي نفس الوقت كتنكه لكم. انا هنا ما غاديش نزيد النكهه، كيعرفتوا لداخل اني دايره قرمشه ودايره كراميل وبخاليني يعني شوكولا، ما نقدروش نديرو يعني حيت انا باغا ندير لون احمر، ما نقدروش نديرو نكهه بنيه مع هذا الخليط. فصافي غنخلطو حتى نحسو بلا الشوكولات والبخالين وعفوا جيلاتين ديالنا داب مزيان. بعد غادي نزيد الملون، انا هنا غادي نزيد الملون احمر، غادي نزيدو الكميه اللي غتكفي باش اننا نلونو الكلاصاج ميغوار ديالنا. تقدروا تزيدوا اللون اللي بغيتو سواء بودره او لا جيل. انا هنا غندير جيل ملون جيل هو اللي غادي نستعمل. صافي وغادي نخلي الخليط ديالي حتى يبرد شي شويه، يعني تقريبا يوصل لكم لهذيك 28 يعني 30 هكاك درجه اللي عندها ترمومتر، تيوصل عندها الخليط ديالها ل 30 او 28 27 كاع هي القليله باش تكبوا فوق الكاطو ديالكم. اللي ما عندهاش ترمومتر فغتبقى تقيس غير بيديها، يعني تشوف بلي راه يعني دير صباعها في الكلاصاج ديالها خاصو يكون مازال شويه سائل، ما يكونش قصاح، ويكون تحسي به ما غاديش يذوب لك لا شونتيي الا كبيتيه فوق منها. صافي هنا كنخلط مزيان الخليط وغادي نخليه يبرد ويوصل لدرجه الحراره اللي انا بغيت باش ندوزو نكبوه فوق الكاطو ديالنا. فاش تشوفي كيلمع فما تنساوش تصفيوه باش نتاكدوا ان ما فيش طريفه د الجيلاتين وما فيه حتى حاجه من هادشي. وما تخلطوش بالفوي، حاولوا خلطوا غير بماغيز بحال هادي ولا شي سباتول، حيت الفوي كيدير لكم الهواء داخل الكلاصاج ديالكم وكيكونوا عندكم دوك الفقاعات ما كيجيوش زوينين فوق الكاطو ديالكم من بعد. انا خرجت الكاطو ديالي من المجمد درتو يعني حطيت واحد البلا ودرت فوق منه 3 د الكيسان وحطيت الكاطو. دابا ملي وصل الكلاصاج ديالي للدرجه الحراره اللي انا بغيت غادي نكبو فوق الكاطو ونخليه يتستقطر مزيان. فشتو الكلاصاج ما فيهش فقاعات، ما فيهش ليس بارفي مزيان. نتمنى يعجبكم فاستعملوه في اي حاجه بغيتيو. ففي التقطيعه كي قلت لكم ما كيجيش كيجلده، كيجي رائع في المذاق، كيجي بحال كي قلت لكم بحال الناباج بحال نابيتي الكاطو بحال ماشي كلاصاج، يعني ما كيجيش فيه كميه الجيلاتين كثيره بزاف. فغادي نخليه هكا يستقطر تنحس به صافي ما بقاش كيقطر. فشتو
يعني الكلاصاج ديالنا كيفاش لامع من الفوق. فانا جيت حطيته فوق واحد البورد. هنايا الكميه د الكلاصاج اللي شاط ليا خليوها، يعني ديروها في شي حاجه بحال هكا واحتفظوا بها عندكم في الثلاجه حتى الوقت ماش بغيتوها كتسخنوه في حمام مريم وكتستعملوه. هنا زينت لتحت باللوز كونكاسي، زينو باش ما بغيتو الفويتين اي حاجه عندكم. هنا الفوق استعملت هاد التويل اللي كنت درت معكم في فيديو سابق، غتلقاو لو ليان في الديسكريبسيون اللي بغات تمشي تشوف. يعني هاد لي تويل هادو كتزينوا بهم بزاف ديال الحويجات، منهم هكا لي طاخت. فصافي هكا نكون وصلنا لنهايه ديال الفيديو، نتمنى يكون عجبكم. فاللي عجبو ما تنساش خليها لايك وكومونتير، واللي جديد على القناه ما تنساش دير اشتراك باش يوصلها ان شاء الله كل جديد. فغادي نقول لكم بسلامه، نخليكم مع الصور، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جاي. مع السلامه.